بيان إلى الرأي العام 1/6/2025. نحن كحركة المرأة نعبر عن كامل استنكارنا وشجننا لكافة جرائم القتل عمدا وعشوائيا مع سبق الإصرار بحق فتياتنا ونسائنا، لأن قتل المرأة يعني قتل الحياة وقتل نضالها التاريخي وقتل كل الإنجازات التي حققتها، لأن المرأة هي مصدر الحياة الحرة، وبدون حرية المرأة لا يمكن للمجتمع أن يكون حرا. وأننا نعبر عن استغرابنا من استمرار حالة الهدوء والصمت تجاه هذه الجرائم التي ترتكب تحت غطاء نصوص قانونية وثقافة تقليدية. والظاهرة الجديدة المنتشرة في مجتمعنا هو إطلاق الرصاص العشوائي الذي بسببه راح ضحيته عدد من النساء. لقد آن الأوان لوقف الحديث عن خصوصية وموضوع قتل النساء في المجتمع، وعلينا أن نجعل منه موضوعا يرتقى بالمسؤولية المجتمعية للحد من هذه الظاهرة. ونؤكد مرة أخرى على التزامنا الصريح والواضح تجاه النساء التي تقتل، واستمرارنا بالوقوف إلى جانبهن في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بتماسك البناء الاجتماعي للمجتمع بأسره. وأننا لن نتوانى للحظة واحدة، وسنبذل قصارى جهدنا جنبا إلى جنب مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية كافة في القيام بكل جهد ممكن من أجل اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، وصولا إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها. وفي النهاية نقول نعم لوقف مسلسل العنف والقتل ضد النساء، وليحاسب مرتكبي هذه الجرائم. لا لقتل النساء، لا لا لا، لا لقتل النساء، لا لا لا. المرأة حياة حرية، المرأة حياة حرية، المرأة حياة حرية، المرأة